غير عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم يلا حيهم اقلبوا. تاع المغرب برك سي بارابور الحسين قال لك سجلوا عليهم هدف، سي بارابور لا استراتيجي دو جو تاعهم. طبعا يعني الفريق الواحد اللي راه يلعب على استراتيجي طبعا. يعني بعيدا عن العاطفه مراد، بعيدا عن العاطفه والعروبه، يعني المنتخب المغربي مالغري يعني ما قدمش شيء جديد يعني. خلصنا من المنتخب المغربي. لا احنا كمحللين نهضروا على الفهم وما نهضروش. هو اللي هي الطريقه الدفاعيه اون بلوس اراده الى ديتيرميناسيون. بصح واش قدم كوم بلون دو جو ولا في اي منافسه كاين لاعبين مخصصين هما اللي يضربوا. ما كانش حل جوسكا ما كانش واحد اللي ما رطاش. لا ولكن اللي معينين يكونوا معينين. يكون واحد متخصص في ليتير، كان حارس متخصص في ليتير، كي يتلاقاو شكون يتغلب؟ هذا متخصص في لاري والاخر متخصص بينالتي يا يا محمود والله والو محمود وذلك كيفاش ما يجاوبكش الله يجاوبش بصح لا ما فهمتني محمود بصح كاين دي سبيسياليست دو بينالتي ماشي سبيسياليست. دوك باغ اكزومبل لي زونترينور عندهم دي جوار تاعهم يعلموهم التير تاع بينالتي، يعلموهم تولي عندك قال زعما في 5 ضربات تجيب 3 جوست. اللي دريب يتعلموا اللي يدريب هو لعب فوتبال مراد ونستهد باللعب دريب تعلم اللي دريب. هذا تكنيك هذيك من عند ربي معطيه من عند ربي هذيك خلاص. شوف اول مره يمشوا للربع النهائي، اليوم لو انهزموا لو ما داروش نتيجه من المفروض يصفقوا على اللاعبين تاعهم ويخرجوا يحتفلوا كما احتفلوا منتخبات اخرى، ولكن للاسف تمشي للنصف النهائي ودير هذا المشاكل عيب كبير. محمود مش بلاد اجنبي عايشين هناك يقروا لهم اولادهم ويعني مش اجنبي عندهم، ولكن اليوم المنتخب المغربي يعني فاز راح نصف نهائي، المفروض فرحه بطريقه حضاريه. يعني كما قال لك حسين اليوم تروح للنصف النهائي تحرق الدنيا في بلد اجنبي ولا في النهائي يعني تخسر كيف لا ولا تفوز بالكاس المالا كيفاش يعني لازم يفهموا. انا نقول خاوتنا المغاربه او لا شكرناهم يعني يفهموا ان هذه رياضه خلاص مش مصير بلدكم. حتى اذا خسرت اليوم شو راح يصير؟ رونالدو عاش هذا المونديال كأسوأ مونديال ولا كأسوأ منافسة دولية عاشها في مسيرته الكروية. مراد هو قبل المونديال تعرض لحملات عديدة في كما نقولوا احنا في النادي تاع مانشستر يونايتد، وصل به الامر حتى انه خلاوه في دكة الاحتياط. مراد رونالدو في دكة العقد أنا نكمل لك خلاوه في دكة الاحتياط، ومن بعد وصلوا إلى أنه فسخوا له العقد، ومن بعد في المنتخب أيضا مراد كان الدور تاعو وكأنه دور ثانوي، رغم أنه كل الأضواء وكل الكاميرات وكل الصحفيين وكل العالم يجيبوا في رونالدو، بصح في المنتخب البرتغالي ما كانش هو الأساس، كان في المرتبه نقولوا احنا الثانويه، بدليل انه المدرب سانتوس حطوا 2 خطرات في دكه الاحتياط. وهنا نرفع القبعه لسيدنا لشيخنا يونس البارح اللي قال بلي ما يلعبش اليوم. هذه واحده تحسب للشيخ تاعنا. اليوم رونالدو اعتقد انه هذا هو الاخر مونديال له 37 سنه مراد. حتى اخر في الترتيب تاع في البالون دور ما كانش مرتب كذلك. لا مراد في التشكيله في التشكيله الدور الاول وحتى في تشكيله الدور الثاني الاحصائيات تاع رونالدو داروه كأسوأ لاعب في أسوأ تشكيله. فهمت مراد؟ دونك كل هذا كذا وبعد تزيد تخرج بهذه الطريقه امام منتخب مفاجاه مراد. نعم. ما ناش نقلوا من قيمه المنتخب المغربي اللي يستحق واللي راه شرف العرب وشرف افريقيا، لكن المنتخب المغربي ما كانش ضمن المنتخبات اللي حاطينهم في خانه المنتخبات اللي راح تلعب اللقب، اللي راح تلعب اللقب. اليوم المنتخب المغربي اقصى البرتغال وابكى رونالدو، وسبق له ان ابكى العديد من النجوم مراد كهازار كدي بروين. اليوم كل هذه الامور هذه حسره كبيره على رونالدو مراد، لانه على مدار سنوات كبيره كنا نستمتعوا برونالدو. كانت هذاك
التنافس بينه وبين ميسي مراد وصل الى الذروه تاعو، حتى ولاو الناس يقولوا بلي هذو الزوج لاعبين ماشي تاع الارض، نعم. تاع اكسترا تيريست. اليوم رونالدو بكى وخرج من المونديال لانه على باله بلي المسيره تاعو الدوليه ربما انتهت.